قرار رسمي من الحكومة للإعلان عن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في حسابك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه استفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها بتخص المواطن المصري ومصلحته. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. الحكومة المصرية شغلها الشاغل حاليا كيفية مساعدة أصحاب الدخل الضعيف وهم أصحاب المعاشات، لأن هم أكتر فئة متضررة حاليا من الزيادات اللي تأثرت بها الدولة بسبب الأحداث العالمية. ولمواجهة هذه التحديات الاقتصادية الناجمة عنها تتدخل الدولة لحماية هذه الفئة، وذلك منذ بداية عام 2022 اللي قرر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات في شهر إبريل وليس شهر يوليو بسبب تحرير سعر الجنيه المصري في ذلك الوقت ورفع أسعار الفايدة في شهر مارس 2022. ولم تكن هذه هي الزيادة الوحيدة، فتم إصدار قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزيادة في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 300 جنيه زيادة للمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور أيضا، وقد تحصل عليها أصحاب المعاشات منذ 4 شهور ماضية. ولأن في ناس كتير اختلط عليها الأمر بسبب زيادة المعاشات في شهر إبريل الماضي، فبدأت هناك تصريحات بأن الزيادة هتكون في شهر إبريل القادم مثل العام الماضي، ولكن هذه التصريحات غير حقيقية لأن الزيادة هتكون في شهر يوليو طبقا للقانون، ولكن ذلك بيكون بقرار استثنائي من رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وحتى الآن التصريح الرسمي للحكومة بأن الزيادة التي سوف يتم صرفها هي الزيادات التي تم إصدارها في عام 2022 في شهر إبريل وشهر نوفمبر. وعن زيادات شهر يوليو القادم يبحث بعض أعضاء مجلس النواب عن إمكانية رفع نسبة زيادة المعاشات ليكون الحد الأقصى هو 15% مع زيادة استثنائية لتواكب التضخم الحالي ولتناسب الزيادات في أسعار السلع والخدمات، حيث قد تصل نسبة الزيادة إلى 20% بسبب نسبة التضخم الحالي. وهننتظر الأيام الجاية القرارات الجديدة وإقرار أي زيادة جديدة هتكون معانا إن شاء الله على القناة. فما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار المعاشات. انتظرونا، إلى اللقاء.